وكيف تشويه صورة البنت الخليجية والسعودية بالأخص، هذا موضوع الحالة. اللي صار في كأس العالم 2018 في روسيا وقناة شو تي في، الآن روحوا على اليوتيوب شوفوها، تقارير في الشارع المغربي كانوا يقولون هذول مو مسلمين، هذول مو عرب، هذول مدري إيش، كانوا يسبوننا. يعني وين إذا كان فيه نظام، وين الناس اللي في الشارع تسب دولة ثانية؟ لما نرجع ل 2016 2015 بهالحدود، الهاشتاجات بتويتر والتنكر هذا سيرة ثانية، موضوع ثاني. لكن خلينا نتكلم بتويتر بما نحن في تويتر، آسف حنا نتكلم بالتيك توك بما أننا في التيك توك. الشاهد تسلسل الموضوع. تعالوا يا جماعة، وين شرفاء المغرب؟ وين الناس اللي يقولون حنا محشومين وحنا عاقلين؟ تعالوا شوفوا هذول ما حد يتكلم. لكن حنا لما نجي نتكلم نلقى 1000 عاهرة مغربية واقفة عندنا وتصريح وتبكي في بثوثنا. طيب أوكي مو مشكلة، أنت تقولين والله أنا ما أرضى الشيء هذا وحرام من الكلام. طيب روحي شوفي يا بنات بلد كيف يسبونا، روحي شوف المتنكرات. طيب ليش ما تسوون جروب بنات المغرب وتروحون للتانجو وتنصحون بنات بلدكم اللي يبيعون أجسادهم هناك على أساس أنهم خليجيات وسعوديات؟ ولا واحدة تسوي الشيء هذا، لأنهم راضين بالشيء هذا، وبالعكس هم أصلا مؤيدين للشيء هذا، لأنهم تربوا في مملكة عهر، مملكة سحر، مملكة فقر، كل البلاوي فيهم مرتبطة. فحنا لما نشوف بعض الخرفان للأسف انه يجي يحاول قدر المستطاع يبذل الجهد ويذل روحه ويصير زي الجزمة في رجل عاهرة مغربية عشان يقول بس يا جماعة ترى الخطأ مو من السعوديين ولا من المغاربة، من الجزائريين. الله يكون بعون الجزائريين رماهم عليها. هذا طبعا أنا وضحت الحاجة اللي هي صايرة ويحاولون يمشونها. الشيء الثاني، أي بنت سعودية تطلع في هذيك البثوث أنا أتمنى من صاحب البث أنه يذلها، لأني أنا تعبت وأنا أنصح على مدى أكثر من 6 شهور لا تروحون بثوثهم. لكن إذا شفت بنت من بناتنا تطلع عندهم هناك ويسبوها، طبعا من بثوث المغربية أو الخرفان اللي معروفين وآخرهم اللي تنكر وقلب عليكم بعد ما أنتوا أعطيتوه الأمان. وأنا أقول لا تثقون له في السعوديين مع احترامي للخليجيين، لكن حتى لو كان خليجي لا تثق فيه. اللي تطلع هناك وتلقى سب وتلقى قذف وينزلونها أنا أصفق لهم، أقول الله يعطيكم العافية تستاهل. أرحب يا مساعد. أنا هلا أخوي خالد، الله يعطيك العافية. ولو تلاحظون يا جماعة يعني الإساءات منهم ترى من جميع طبقات المجتمع. ما أدري إيش في صوت، صوتي واضح؟ الصوت واضح اخوان؟ الصوت واضح بس اي او لا؟ واضح اي واضح صوت. اي لان احس مبحوح شوي. يعني لو تلاحظون الاساءات من عندهم من جميع طبقات المجتمع، يعني مثلا من الرجال، من النساء، من كبار العمر، من صغار العمر، من الاغنياء، من الفقراء، من المتعلمين، من الاميين. يعني يا جماعه انا دائما اقولها، المساله ترى ما هي مساله تنافس بين انثى وانثى أو غيرة بين أنثى وأنثى. الموضوع أكبر، يعني الموضوع فيه حقد، فيه كراهية موجودة في مجتمعهم ضد مجتمعنا. يعني يرضعون هم من صدور أمهاتهم كره السعودية. أكبر دليل يا جماعة على الكراهية الموجودة عندهم ضد مجتمعنا إن الإساءات عرقية، إساءات وصلت لولاة الأمر، إساءات وصلت للعلم السعودي، إساءات وصلت إلى الطعن في شرف المرأة السعودية، إساءات وصلت إلى محاولة دائمة لتشويه صورة المرأة السعودية. يعني إحنا لو بنمسك بالتفصيل، الرجل من السطر الأحمر أكثر من يكره في الكرة الأرضية هو الرجل السعودي. يكره الرجل السعودي على وضعه المعيشي، يحسد الرجل السعودي على الحقوق اللي يحصل عليها، يحسد الرجل السعودي أنه يحصل على وظيفة من عمر صغير جدا مقارنة ببقية الدول. كذلك إذا جينا للمرأة، المرأة في السطر الأحمر عندها عقدة نفسية وحسد وكراهية ضد المرأة السعودية. فالعلاقة يا جماعة مرأة مع مرأة، رجل مع رجل، عندهم كراهية ما هي طبيعية. يا جماعة الخير قسما بالله العلي العظيم إنهم يتمنون زوال النفط الموجود عندنا. قلوبهم سودة أكثر من سواد النفط اللي الله أنعم علينا فيه. عندهم كراهية مو طبيعية، ودائما يتكلمون على النفط، ودائما يحاولون